في موسم الانتقالات الصيفيه في عام 2018 في الدوري المصري كنا على موعد مع مفاجاه هي من قوتها ما اتكررتش لغايه اليوم اللي بنصور فيه الحلقه ده مره ثانيه. النادي الاهلي بيتلقى عرض لبيع هدافه الاول المغربي صاحب ال 23 سنه وليد ازارو للرحيل للدوري الصيني وتحديدا من بوابه نادي هيبي فورتشن بعرض وقتها يا جماعه وصل ل 8.6 مليون دولار. المفاوضات ما اكتملتش والمفاوضات اتقفلت على كده، بس تعالى نركب مع بعض آلة الزمن وننط سنه ونص قدام، وتحديدا في يناير 2020 بعناوين زي اللي بتشوفها دلوقتي النادي الاهلي بيتفق مع نادي الاتفاق السعودي لرحيل هدافه الاول وليد ازارو. بكام؟ ب 10-15 مليون. اقول لك لا، عرض رحيل على سبيل الاعاره بنيه البيع. مش كده بس، ده النادي الاهلي كان بيدفع جزء من راتب وليد ازارو للنادي السعودي عشان يطمع نادي الاتفاق للحصول على خدمات عقد الدولي المغربي وبشكل نهائي. هو ايه اللي بيحصل في ظرف سنتين ونص؟ ازاي مسيره الدولي المغربي تتحول من النادي الاهلي من لاعب بيتقدم فيه عرض بملايين الدولارات للاعب النادي الاهلي حرفيا بيخرجه باي شكل من الاشكال؟ هو ده اللي هنجاوب عنه في حلقه النهارده. ازاي رحل وليد ازارو بالشكل ده؟ وهل خلال 4 سنين وتحديدا من يناير 2020 لغايه 6 2024 القادم ان شاء الله لغايه ما يتفتح سوق الانتقالات اللي جاي، هل وليد ازارو في 4 سنين قدم اللي من خلاله يرجع للنادي الاهلي مره ثانيه بدون مقدمات طويله؟ يلا نجاوب على كل الاسئله، لكن ما ننساش ندعي لاخواتنا اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم ابي. ويلا بينا على طول بدون مقدمات طويله. اقدر اقول لك ان وليد ازارو في ظرف سنتين ونص قضاهم مع النادي الاهلي حرفيا يا جماعه كان اكتر لاعب مثير للجدل في صفوف الدوري المصري. من قبل ما يجي للنادي الاهلي ناس كتيره كانت بتقول هو لاعب شاب وموهبه واعده، لكن مبالغ فيه جدا ان النادي الاهلي يدفع 1.5 مليون دولار. ده رقم بارقام الوقت ده وقتها رقم ضخم جدا، وما بين الناس كانت بتتكلم انه لا يستحق القيمه اللي اتدفع فيها. وفي ظرف سنتين ونص قضاهم مع النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي نفسه كان مختلف عليه، ما بين ده هداف قدير وهداف بالفطره ولاعب هيكون ليه سجلات تاريخيه مرعبه داخل الدوري المصري، وما بين بعض الجمهور اللي بيقول لك ده لاعب ما بيفهمش حاجه في الكوره. فقبل ما اقول لك على تفاصيل السنتين ونص قول لي رايك في التعليقات كده، بما انك مشجع اهلاوي، كنت شايف ان وليد ازارو هداف ولا لاعب الظروف خدمته وقتها داخل النادي الاهلي؟ اقدر اقول لك ان في 30 شهر قضاء ازارو مع النادي الاهلي مر بكل ما يحلم ان يمر به لاعب كره القدم، سواء بلحظات حلوه، لحظات ابداع، لحظات تالق، شكر جماهيري، وما بين لحظات ثانيه فيها احباطات كتيره ومطالبات بالرحيل. النادي الاهلي تعاقد مع وليد ازارو سنه 2017 من نادي الدفاع الحسني الجديدي، وكان وقتها ثالث هدافين الدوري المغربي، وفي توقعات كبيره جدا انه يكون دولي مغربي قادم بقوه وان تتفتح له ابواب الاحتراف، لكن اللاعب وقتها فضل ان هو ينضم للنادي الاهلي بطل افريقيا. 30 شهر قدر فيهم وليد ازارو من اول خطوات حط فيها رجله في الدوري المصري يكسر ارقام قياسيه كتيره جدا. اول موسم مع النادي الاهلي سجل 18 هدف عشان يكون مع النادي الاهلي تاني اكتر لاعب محترف تسجيلا للاهداف تساويا مع امادو فلافيو الهداف الانجولي المشهور طبعا للنادي الاهلي، وكسر رقم جون اوتاكا مهاجم النادي الاسماعيلي المرعب في بدايه الالفينات. وليد ازارو كان ماكينه تسجيل اهداف حرفيا لدرجه ان جمهور النادي الاهلي وقتها سموه التوربيد المغربي، ثنائيات وثلاثيات، وكان مسجل هاتريك كاول لاعب يا جماعه يسجل هاتريك للنادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا، وسجله بعد كام شهر من انضمامه للفريق، وكان تحديدا في نادي النجم الساحلي في سنه 2017. وليد ازارو يا جماعه حرفيا كانت رحله صعوده مع النادي الاهلي صاروخيه، اكتسح كل البطولات، سجل في كل البطولات، فكان طبيعي جدا ان بعد اقل من سنه مع وجوده مع الفريق يجي له عرض ضخم جدا، لكن ما كانش متوقع بالقوه دي. نادي هيب فورتشن الصيني يتقدم بعرض للنادي الاهلي بقيمه 8 مليون دولار. المفاوضات مشيت شويه لغايه اما العرض وصل ل 8.6 مليون دولار، وفجاه المفاوضات توقفت وسوق الانتقالات انتهى من غير اما اللاعب ينتقل. طب ليه؟ النادي الاهلي كان متمسك بالحصول على 10 مليون دولار بالتمام والكمال، ولما المفاوضات ما وصلتش مع النادي الاهلي للرقم اللي هو عاوزه قرر ان هو يتمسك باللاعب، خاصه ان لسه في العقد بتاعه سنتين يزيد من التالق بتاعه، والنادي الاهلي يبيعه بيعه افضل. ورغم ان كل التوقعات بتقول ان وليد ازارو هيكسر ارقام جديده داخل الدوري المصري، لكن كان وليد ازارو على موعد مع واقعتين يا جماعه نهوا مسيرته مع النادي الاهلي بشكل غير متوقع. الموسم بتاع 2019 الواقعه الشهيره جدا في نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين نادي الاهلي وما بين نادي الترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا هنا في القاهره. الكاميرات التقطت وليد ازارو وهو بيقطع التيشيرت بتاعه عشان يدي ايحاء للحكم انه يستحق ضربه جزاء، ودي لقطه اثارت غضب جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، وكانت باعاز من المدير الفني الفرنساوي وقتها باتريس كارتيرون. اللقطه دي اقدر اقول لك من وقتها لغايه يومنا ده ما زالت عامله جدل كبير جدا ما بين صفوف النادي الاهلي، لكن ما كانش ده الاسوأ اللي جه بعد كده. الموسم اللي بعده وليد ازارو مع تغير الاداره الفنيه بدل موسم باصابه وغياب طويل، ومع عودته من الاصابه مره ثانيه كان السويسري رينيه فايلر اللي بيدير النادي الاهلي وقتها ما
كانش راضي عن وليد ازارو، شافوا ان هو ما بيخدمش طرق اللعب بتاعته. ورغم ان ازارو لعب في اخر موسم ليه مع النادي الاهلي 11 مباراه، ساهم فيها ب6 اهداف، سجل 4 اهداف وصنع هدفين، لكن في النهايه المدير الفني السويسري فضل عليه مروان محسن عشان وليد ازارو زي ما ابتدى رحلته سريعه جدا مع النادي الاهلي، مسيرته برضه تنتهي نهايه غير متوقعه بالرحيل معار لنادي الاتفاق السعودي، وانتهت قصه ازارو مع الاهلي. ان كانت دي ملابسات رحيل وليد ازارو الغريبه مع النادي الاهلي، قول لي رايك في التعليقات. شايف ان ازارو اتظلم في رحيله ولا كان رحيله منطقي ومتوقع بعد الاحداث دي؟ لكن تعالوا بقى للاهم، وبعد 4 سنين قضاء ازارو بره النادي الاهلي، هل يستحق العوده مره ثانيه؟ اقدر اقول لك خلال 4 سنين وليد ازارو فضل هو التوربيد المغربي ماكينه الاهداف. موسم اول مع نادي الاتفاق السعودي ختم بيه مسيره موسمين مع الفريق، لعب فيهم 51 مباراه، ساهم في 20 هدف بالتمام والكمال، وهو ده اللي خلى نادي عجمان الاماراتي يحصل على خدمات اللاعب لمده 3 مواسم بدايه من موسم 21 22. واقدر اقول لك ان وليد ازارو خلال ال3 مواسم دول كان دايما علامه فارقه في هجوم النادي الاماراتي. ازارو خلال 12 مباراه ساهم في 10 اهداف، سجل 5 وصنع 5. الموسم اللي بعد كده موسم 22 2023 اقدر اقول لك ان هو كان بيضرب في الهدافين الكبار في الدوري السعودي، سجل في 32 مباراه 13 هدف وصنع 12 هدف، يعني في 32 مباراه ساهم في 25 هدف بالتمام والكمال. يمكن في الموسم الاخير الحالي مع ناديه يمكن مسيرته تراجعت بعض الشيء، وده بسبب خلافات مع المدير الفني اللي كان مقعده، خاصه انه عارف ان وليد ازارو عقده هينتهي بنهايه الموسم، وكان شايف ان هو مش لازم يعتمد عليه ومش لازم ان هو يدي للاعب ادوار مهمه في الفريق، خاصه انه هيرحل بنهايه الموسم. هو ده اللي خلى وليد ازارو ما يشاركش في جزء من الموسم، يقعد على الدكه او يكون بره القايمه. لكن لما رجع مره ثانيه يشارك مع الفريق مع المدير الفني البرازيلي الجديد، قدر ان هو يرجع ويواصل تالقه مره ثانيه، عشان يكون في ظرف 14 مباراه شارك فيهم مع النادي الاماراتي خلال الموسم الحالي مسجل 15 هدف بالتمام والكمال. وده اول سبب يقدر يخلينا نقول ان وليد ازارو ابواب عوده النادي الاهلي مفتوحه ليه مره ثانيه. الراجل من ساعه ما رحل وهو في كل موسم بيشارك فيه مع النادي بتاعه في مختلف الدوريات، دايما عامل حاسم ومؤثر بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه والمهمه، وليد ازارو بيحب النادي الاهلي ومن ساعه ما رحل عن النادي الاهلي ودايما بيتمنى العوده مره ثانيه، وده مش سر على حد يا جماعه. وليد ازارو طلع في اكتر من لقاء صحفي بيتمنى ان هو يرجع للنادي الاهلي، خاصه ان هو شايف انه رحل عن الفريق في ظروف ظالمه جدا بالنسبه لاستكمال مسيرته مع الفريق. السبب الثالث والمهم، عقليه وليد ازارو نفسها اتطورت بشكل كبير جدا عن الاول يا جماعه. يعني خلال ال4 سنين اللي فاتوا دول اوقات كتيره جدا كان بيتعرض لمشاكل مع المدير الفني، اوقات المدير الفني بيقعده ما بيشاركوش، لكن وليد ازارو قابل كل ده برده فعل هادئه جدا، وكان كل ما بيرجع بياكد اهميته بالنسبه للفريق، وده اللي ياكد ان الهداف المغربي عقليته اختلفت بشكل كبير جدا عن المشاكل اللي حصلت ما بينه وما بين رينيه فايلر خليته يمشي في نهايه فترته مع النادي الاهلي. والسبب الاخير والاهم ان وليد ازارو في شهر 6 2024 هيكون متاح مجانا للعوده للنادي الاهلي مره ثانيه، خاصه ان موقفه قبل نهايه الموسم كان معلن بشهور انه مش هيجدد عقده مع نادي عجمان الاماراتي، وهيرحل بنهايه الموسم رحيل نهائي عشان ينتقل مجانا لاي نادي. 4 اسباب مهمه جدا تخلي عوده وليد ازارو مكسب للنادي الاهلي باي شكل من الاشكال، ومستني اسمع رايك في التعليقات. شايف ان وليد ازارو هيكون مكسب فعلا لو رجع للنادي الاهلي، ولا في خيارات تانية ممكن تكون افضل بالنسبه للاداره الفنيه بتاعتنا، خاصه في موسم كاس العالم للانديه 2025؟ مستني اسمع رايك في التعليقات وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده قريب بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.